طبعا شارع شيراتون ده متسمي على اسم فندق شيراتون القديم، اللي هو كان متصور فيه فيلم جحيم تحت الماء بتاع سمير صبري زمان وليلى علوي. وطبعا الشارع ده اتسمى على اسمه، والفندق ده طبعا مقفول دلوقتي مش شغال، فالشارع ده متسمى على اسمه لان الغردقه الاول كانت مدينه هاديه جدا ما كانش فيه الكلام ده، فالشارع ده اتسمى على الاسم ده، على اسم شارع شيراتون. وشيراتون طبعا شركه سياحيه مشهوره حول العالم، شركه امريكيه زي ما احنا عارفين، والله اعلم. بص الماركت، كل دي حاجات موجوده في الشارع، وفنادق. فندق ريجينا برضو، فندق ريجينا من الفنادق اللي هي برضو اللي هو هناك ده، تمام. فندق ريجينا برضو من الفنادق المشهورة في شارع شيراتون وفي الغردقة، فندق قديم برضو. نقلب الكاميرا، انا عارف ان انتوا عايزين نقلب لكم الكاميرا علشان، لكن انا في اوقات معينة كده وفي اماكن بحب اجيب الكاميرا على وشي علشان ما حدش يفكر ان انا بصوره او حاجات زي كده، لان طبعا لو احنا هنصور اي حد المفروض ان احنا نستأذن منه. طبعا من الحاجات برضو المعالم المعروفة هنا في مدينة الغردقة وفي شارع شيراتون ميدان العروسة، اللي هو ده الفنار اللي مكتوب عليه المارينا ده، الفنار ده هو اسمه ميدان العروسة. علشان برضو معلومة ليكو، ده ميدان العروسة، اسمه ميدان العروسة. طبعا شايفين الحمام، الناس بتاعت البازارات دي بيحطوا ميه واكل للحمام زي ما انتم شايفين كده، حاجه جميله قوي ما شاء الله تبارك الله. هنا ميدان العروسه، تدخل يمين كده تبقى في المارينا، تدخل يمين تبقى في المارينا، تطلع طوالي كده تطلع على ميدان السقاله. طبعا انت هتدخل كده اتجاه اجباري يمين، لو دخلت يمين خالص على طول طوالي بتطلع على المارينا، لو دخلت يمين في شمال كده اهو زي العربيه اللي ماشيه دي، يمين في شمال كده تطلع على ميدان السقاله، وهي المارينا كده على يميننا. فانا مش عارف دلوقتي نخش الاتجاه ده ولا ده، او نمشي طوالي كده على ميدان السقاله. وهنا طبعا مش مشكله ان احنا ممكن ننهي الفيديو هنا ونبقى احنا كده وصلنا عند ميدان العروسه ونهينا الفيديو عند ميدان العروسه، تمام. وده شارع شيراتون يعتبر اخره، لكنه هو مكمل. اللي جاي من هنا كده يعني، اللي جاي من هنا كده ده ميدان العروسه اهو، اللي جاي من الاتجاه ده جاي من اول شيراتون من عند ميدان السقاله، واللي جاي من هنا كده جاي من المارينا، وطبعا اللي جاي من هنا كده ده جاي من اول شارع شيراتون من عند ماركت ابو عشرة او من عند مفارق شيراتون. وطبعا وهنا ننهي الفيديو بتاعنا. وبطلب من حضراتكم اللايك الجميل وكومنت حلو وحاجه كده، وتوحدوا الله وتصلوا على النبي وتستغفروا الله. مش هناخد حاجه من الدنيا غير العمل الصالح وتقوى الله ذكر الله والتسبيح والصلاه على النبي والاستغفار، اجمل حاجه في الدنيا. فحاول تحط كومنت فيه استغفار وتسبيح، وان شاء الله ربنا هيكرمنا ويكرمكم ان شاء الله جميعا. واشوفكم في الغردقه قريب، وما تنسوش تشجعونا. اخوكم محمد بلال، وربنا يجعل اللي فيه الخير لنا جميعا يا رب. السلام عليكم.